السلام عليكم شباب وبنات تانية ثانوي 2026، ازيكم عاملين ايه؟ طيب نبدأ بسم الله نحل واجب التايب اوف كيميكال فورمولا. اول سؤال بيقول لنا الامبيريكال فورمولا اوف ومدينا موليكولار فورمولا. خلاص ملناش دعوة بقى الموليكولار فورمولا دي بتاعت ايه، ان شاء الله السنة الجاية نعرفها بالتفصيل، ولكن طالما اداني الموليكولار فورمولا بنعمل ديفايدد ال n. جبنا الايه الامبيريكال فورمولا. طيب هي ديفايدد ال n اللي هي ايه؟ اصغر رقم، صح كده؟ مين اصغر رقم هنا؟ هو ال 2، يبقى هنعمل كله divided 2. طيب 4 divided 2 يبقى 2، يبقى C2. 8 divided 2 يبقى 4، يبقى H4. بالO O2 divided 2 يبقى O واحدة بس، يبقى C2 H4 O واحدة بس. choice B. طيب السؤال اللي بعد كده مديني CH3 وبيقول لي دي empirical formula لمين؟ يعني انا عايز الموليكولار فورمولا. طيب ما احنا عارفين ان احنا عشان نجيب الموليكولار فورمولا بنضرب في n، صح؟ بس انا هنا معرفش ال n، وفي نفس الوقت عشان اجيب ال n من القانون انا معيش المولار ماس بتاع الموليكولار فورمولا، خلاص ان هو مش مديهولي. ففي الحالة دي ما قداميش غير ان انا اروح اجرب ايه؟ هروح اقسم كل تشويس، اجرب كل تشويس واقسم على اصغر رقم اللي هو ال n. خلاص اللي هيديني ال CH3 هو ده الاختيار الصح. تمام، فتعالى كده نجرب هنا ال 3 اصغر رقم يبقى 3 over 3 يدينا C. 6 over 3 يدينا 2، يبقى CH2. لا ما طلعتش هي. طيب C3H8، 3 over 3 C، 8 over 3 هيدينا رقم ديسيمال، يبقى برضو ما نفعتش، ما ادتناش ال CH3. طيب C3 يبقى C. خلاص H7 على 3 برضو هتدينا ديسيمال، برضو مش هي. كده ما تبقاش معايا غير دي، وفعلا لما هنجرب C2 over 2 يبقى C واحدة، 6 over 2 يبقى H3 فعلا. خلاص ماشي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي what is the empirical formula of compound whose molecular formula is، مديني الموليكولار فورمولا. حلو قوي، سؤال سهل جدا. فين ال n؟ فين اصغر رقم عندي؟ 3، صح كده؟ الله ينور علينا. تمام، هنروح نضرب كله divided 3، بس خلي بالك الاتوميك جروب ده يا معلم احنا بنتعامل معاه لانه حاجة واحدة، فاحنا هنقسم البراكت. يعني ايه؟ احنا دلوقتي اخترنا ان ال n هي ال 3 اصغر رقم عندي اهو. تمام، فهنروح تعالى معايا كده 6 over 3. تعال نجيب لون تاني. 6 over 3 خلاص هيدينا كام؟ 2 C2. ماشي. 3 over 3 H واحدة بس. خلاص افتح البراكت، حط ال NO3 زي ما هي، واقفل البراكت واعمل divided 3 دي للبراكت. خلاص كده فيبقى عندك NO3 واحدة بس. حلو كده، ماشي. ففي حالة ان هي NO3 واحدة بس انا ما بقتش محتاج ايه احط البراكت في حاجة. ليه كده بس؟ خلاص ما بقتش محتاج البراكت في حاجة يا معلم. تمام تمام. فيبقى عندنا الاختيار C2HNO3 choice B. تمام. حد بقى يقعد يقول لي يا مستر ليه ما خدناش ليه ما ضربناش جوه البراكت؟ لان ال NO3 دي اتوميك جروب، اتفقنا ان هي بتتعامل، هي عبارة عن الاناين. خلاص اتفقنا ان هي بتتعامل معاملة الشيء الواحد. تمام، اتوميك جروب دي بيتعامل معاملة الشيء الواحد. ماشي تمام. طيب which of the following choices show both the molecular formula and empirical formula of these opposite compound؟ هو مديك هنا structure formula. خلاص، وعايزك تجيب له الموليكولار فورمولا بتاعتها والامبيريكال فورمولا بتاعتها، وانا اتفقت معاكم ان اصلا ده اخره في الاستراكشر فورمولا ان هو يجيب لك الشكل ويقول لك هات لي الموليكولار فورمولا بتاعته او الامبيريكال فورمولا بتاعته، انما مش هيخش معاك في تفاصيل ولا يقول لك ارسم ولا الكلام ده. تمام، احنا ما عليناش دراسة الاستراكشر فورمولا بالتفصيل السنة دي، ان شاء الله السنة الجاية. طيب تعالى يا معلم نعد ونجمع. بص يا سيدي، نبدأ بعد الكربون. ادي عندي 1 كربون، 2، 3، 4، يبقى كده ايه؟ C4. يبقى كده عندي C4. تمام.
نكمل نعد الاتشات. عندي كام اتش؟ ادي 1 2 3 4. يبقى انا عندي كده 4 اتشات. خلاص، يبقى اتش 4. تمام. عندي كام او؟ نعد. ادي 1 2 3 4 برضو، يبقى او 4. خلاص، يبقى هنضرب كله ديفايدد 4، يبقى عندنا الامبيريكال فورمولا. يبقى انا اللي جبتها دي ايه؟ الموليكيولار فورمولا. خلاص، انا عايز الامبيريكال فهعمل ديفايدد الان عندنا هي 4، يبقى كده سي اتش او. خلاص، اللي هو تشويس بي. تمام زي الفل. السؤال اللي بعده نفس الفكرة برضو، بس عايز الامبيريكال فورمولا. تمام، تعالى نعد الاوبزيت. قالك ان الازرق ده هو الكربون والاخضر هو الهيدروجين. ماشي، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى انا عندي كام كربون؟ 10 كربون، يبقى سي 10. ماشي تمام. نعد الهيدروجين يلا. 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى انا عندي كام كام هيدروجين؟ 8، يبقى اتش 8. تمام. اصغر رقم فين؟ اصغر رقم هو ال 8. تمام، يبقى اروح اعمل ديفايدد ال 8. يبقى نعمل ديفايدد ال 8 هنا وديفايدد ال 8 هنا. 10 اوفر 8 دي هتطلع لي ديسيمال. خلاص، هيديني فراكشن. لما نحط ال 10 اوفر ال 8 هيدولي فراكشن، يديني بالظبط 1.25 ايا كان بقى. ديسيم ايا كان الرقم الديسيمال يعني. طالما اداني فراكشن او ديسيمال فخلاص كده يا معلم، انا هعتبر ان الموليكولار فورمولا دي هي الايه؟ الامبيريكال فورمولا. خلاص، يبقى هي الامبيريكال فورمولا. ماشي، النوت اللي انا كنت قايلها لكم. طالما طلع عندي فراكشن، قسمت على اصغر رقم واداني فراكشن، يبقى الامبيريكال فورمولا هي الموليكولار فورمولا. طيب، السؤال اللي بعده which of the following compound its empirical formula has the largest mass in gram. ده سؤال فرهود الصراحة. هو مدينا الكومباوند دول وعايز يعرف انهي واحد الامبيريكال فورمولا بتاعته عندها اكبر ماس او الكتلة بتاعتها اكبر حاجة، يعني الماس بتاعها اكبر حاجة. طيب تعالى كده نجيب الموليكولار فورمولا لكل دول. اول واحدة خلاص بقى، متهيألي ان احنا نجيب الموليكولار فورمولا دي بقت سهلة، انا هكتبها لكم على طول. يبقى هنا سي اتش بس. تمام. هنا سي 10 اوفر 4 هيدينا برضو متهيألي فراكشن 2.5. فدي للأسف هي الامبيريكال فورمولا، يبقى سي 4 اتش 10. تمام. سي 3 اتش 6. خلاص، نقسم على 3 يبقى سي و اتش 2. 6 اوفر 3 ب 2. تمام. اللي بعده سي 2 اتش 6 يبقى سي اتش 3. طيب، هو احنا مستر محتاجين بقى نروح نحسب الماس بتاع كل واحد؟ هقول لك لا، ما احنا اللي عنده اكبر كربون عدد كربون وهيدروجين اكيد هو اللارجست ماس. ليه؟ لان دلوقتي لما تروح تحسب مثلا الماس بتاع ده، بتاع اللي هو السي اتش بس. خلاص، تعالى كده نحسب لك الماس بتاعه عشان تفهم الفكرة. لما احسب الماس بتاع ده، الكربون ب 12 صح كده، يبقى 12 بلس الهيدروجين ب 1 يبقى 12 بلس 1 ايكوال 13. خلاص، تعالى بقى هنا انت عندك 4 كربون يعني 12 باي 4. خلاص، 12 باي 4 بلس عندك 10 اتش يعني بلس 10. فاهم قصدي؟ فالرقم هنا اكيد اكبر من اي رقم تاني، لان كلهم عندهم كربون واحدة بس. تمام، فتشويس بي هو الإجابة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what is the chemical formula of the oxide of nitrogen which contains 63.64% by mass of nitrogen. يعني بيقول لي ان النيتروجين اوكسيد ده 63.64 منه نيتروجين. خلاص، واحنا اتفقنا ان دايما لما يديني برسنتج اشطب عليها كده واكتب جرام، اتعامل معاه على اساس ان هي جرام عادي خالص. ماشي. طيب، الاول احنا عايزين ايه؟ عايزين نروح نجيب ماس الاكسجين او برسنتج الاكسجين. هنجيبها ازاي؟ ما هو برسنتج اي كومباوند على بعض بيكون 100. الماس ده
يعني الأكسجين والنيتروجين الاتنين مع بعض يدونا 100. برسنتج ده برسنتج ده مع بعض يدونا 100. خلاص، يبقى احنا هنروح نجيب برسنتج الأكسجين ازاي، أو ماس الأكسجين. هنعمل 100 ماينس 63.64 هيدينا 36.36. خلاص برسنتج، واحنا اتفقنا نشطب على البرسنتج نكتب جرام ونتعامل على اساس ان هي جرام. طيب يلا بينا نروح نجيب الفورمولا بالخطوات بتاعتنا اللي احنا عارفينها. اول حاجة نجيب النمبر اوف مول. حلو، هنجيب النمبر اوف مول ازاي؟ ماس على المولر ماس. يبقى ماس النيتروجين اللي هو ب 63.64. خلاص 63.64 على المولر ماس اللي هو 14 اهو مدولي في البراكت ب 14. تمام. طيب خلي بالكوا عشان في ناس لسه لحد دلوقتي بتتلخبط وبتعمل 14 على الرقم اللي هو الماس. لا يا جماعة، القانون نمبر اوف مول بيساوي ماس على مولر ماس. خلاص، عشان ما نتلخبطش ويعني بتطلع ارقام غريبة يعني. تمام. طيب لما هنقسم الماس على المولر ماس هيدينا 63.64 over 14 هيدينا يا معلم 4.5. تمام. نروح نجيب الأكسجين. هنقول 36 over المولر ماس بتاعها ب 16 يبقى 2.27. 2 ليه كده بس؟ يبقى كده 2.27. تمام. حلو قوي. تاني خطوة وهي الريشيو. هنقسم الصغير على الصغير اللي هو 2.27 لما نقسمه على نفسه هيبقى 1. نقسم الكبير على الصغير يبقى 4.5 over الرقم هيبقى 1.98. يعني احنا بالابروكسيميشن يبقى 2. خلاص، عشان الناس ممكن تقول لك يا مستر ده كده طلع ديسيمال. لا، يعني انزل بالرقم الابروكسيميشن. خلاص، يبقى 1.98 دي بالابروكسيميشن يبقى 2. تمام. حلو قوي. يبقى كده انا عندي N2O. طب اللي احنا جبناها دي ايه؟ دي الامبيريكال فورمولا. طب انا عايز الموليكولار فورمولا. هروح اعمل ايه؟ اروح اجرب في الاختيارات، اقسم يعني امسك كل تشويس كده واشوف اصغر رقم واقسمه على نفسه. تمام. اقسم الكومباوند كله بيه عليه. لقيت حاجه طلعت لي N2O يبقى حلو، هو ده. ما لقيتش، يبقى ده اللي هو الامبيريكال فورمولا اللي انا جبته ده هو الموليكولار فورمولا. خلاص، طالما ما لقيتش فاحنا لو رحنا جربنا مش هنلاقي فعلا. خلاص، مش هنلاقي غير هو تشويس بي N2O هيطلع هو فعلا الموليكولار فورمولا هي الامبيريكال فورمولا. تمام. جربوا كده تقسموا تشويس ايه هتلاقوها NO. ال NO2 برضو هتديكوا هي ال N2O4 لما تقسم دي على دي هتديك NO2 مش N2O. تمام. ففي يعني كده يبقى استنتجنا من هنا يعني ان الامبيريكال فورمولا هي الموليكولار فورمولا، عشان انا ما لقيتش لما عملت ديفايدد ال N في كله ما لقيتش حاجه تديني N2O. طيب السؤال اللي بعده what is the empirical formula of the oxide of sulfur which contain 50% by mass sulfur. طيب هو عايز ايه؟ عايز الامبيريكال فورمولا. ماشي. ومديني ايه البرسنتج بتاعت السلفر ب 50 او الماس بتاعت السلفر. بقى نشيل البرسنتج ونحط جرام. طب ما هو كده يبقى الاوكسايد equal 50 برضو. خلاص، مش احنا اتفقنا ان كلهم على بعض ب 100. 50 جرام بقى على طول. ماشي. حلو قوي كده. يلا بينا نكمل. نعمل التيبل الجميل. عندنا السلفر SO. خلاص، نمبر اوف مول. حلو قوي. يلا يا معلم، الماس 50 على المولر ماس 32 يدينا 1.56. خلاص، الاكسجين الماس ب 50
على المولر ماس 16 هيدينا 3.1. ماشي، يعني هنقول 3 ماشي، مش هتفرق ال1. اوكي، يلا بينا نقسم الصغير على الصغير فيدينا 1، ونقسم الكبير على الصغير فيدينا 1.56. يدينا سوري احنا عملنا ايه 3.1 على 1.56 يدينا 1.98 برضو اللي هي بالابروكسيميشن تدينا 2. تمام، يبقى كده الريشيو 1 to 2. حلو قوي، يبقى انا كده عندي SO2. خلاص، ده كده الامبيريكال فورمولا. ماشي، نفس الكلام فوق برضو، هو عايز الامبيريكال فورمولا. خلاص، هو تشويس بي، بس مش عايز يعني، كتر الف خير وما تعبنيش. تشويس بي كده الامبيريكال فورمولا. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي what is the empirical formula of hydrocarbon which contain. اتفقنا ان الهيدروكربون دي يعني المركب التكوينه الاساسي كربون وهيدروجين، كربون اند هيدروجين. خلاص، نعرف ان شاء الله في السنة الجاية بالتفصيل يعني. which contain 0.05 مول من الكربون، كتر الف خيره مديني المول يا حلاوة، و 0.1 مول من الهيدروجين. ده هو السؤال محلول خلاص. طيب اول خطوة تيبل نحط فيه الكربون والهيدروجين، number of mole. عندنا هنا الكربون قال لنا ب 0.5 0.05 0.05 والهيدروجين ب 0.1. الأصغر اللي هو ال 0.5 نقسمه على نفسه، نقسم الصغير على الصغير يبقى 1، ونقسم الكبير على الصغير يبقى 0.1 على 0.05 يدينا 2. حلو قوي، يبقى الكربون يبقى CH2. بس خلاص تشويس بي، اعتقد الموضوع سهل مفيهوش اي مشكلة. طيب a compound question 16 بيقول لي a compound contains 3 element in the following percentage، ومديني percentage كل واحد. عايز يعرف ايه what is the ratio of number of mole of carbon to the ratio number of mole of hydrogen، يعني عايز يعرف الريشيو ما بين الكربون والهيدروجين. حلو قوي، سهل قوي السؤال ده. احنا نعمل التيبل العادي بتاعنا. تمام، نحط هنا الكربون وهنا الهيدروجين، مش محتاجين بقى الاكسجين في حاجة، هو عايز الريشيو ما بين الكربون والهيدروجين بس. خلاص، يبقى نمبر اوف مول. ها عندنا هنا الكربون مديني البرسنتج بتاعتها ب 72، يعني الماس بتاعها 72. خلاص، يبقى هقول 72 over 12. 72 over 12 هيدينا 6. خلاص، ال الهيدروجين مديهالي ب 12. 12 over 1 12. تمام قوي. خلاص، نقسم الريشيو، نعمل الريشيو، نقسم الصغير على الصغير يبقى 1. 6 over 6 ب 1 و 12 over 6 ب 2، يبقى 1 to 2. 1 to 2 choice B. السؤال اللي بعد كده بيقول لي which of the following choices represent a chemical compound whose molecular mass equal its empirical mass. يعني هو عايز الكومباوند، انهي كومباوند من دول اللي المولر ماس بتاعه او الموليكولار ماس بتاعه هو الامبيريكال ماس، او الامبيريكال فورمولا هي الموليكولار فورمولا. تمام كده ماشي، يبقى هو عايز الكومباوند اللي الموليكولار فورمولا هي الامبيريكال فورمولا. طيب هنجيبها ازاي دي يا مستر؟ هنروح نجرب، اللي هيدينا ديسمال هو ده يا معلم. الامبيريكال فورمولا هي الايه، الموليكولار فورمولا. خلاص، ده هيدينا رقم CH. ماشي، لما نقسمه على 6 ده هيدينا NH2، ده هيدينا HO. خلاص، ده الوحيد اللي هتلاقيه اداك N و O 5 على 2، اداك فراكشن او ديسيمال، يبقى يا معلم هو ده التشويس بتاعي. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده هو فكرته مش احسن حاجة. خلاص، يعني طريقة الصياغة مش احسن حاجة. تمام، وطريقة الحل برضو يعني انا استبعد ان فكرة زي دي تيجي بصراحة، بس هي فكرة وموجودة هنحلها. تمام. طيب
بيقول لي the molar mass of compound، مديني المولر ماس بتاعه. تمام. بيقول لي what is the probable empirical formula of this compound. يعني ايه الامبيريكال فورمولا من دول اللي ممكن تكون، او ايه الفورمولا من دي اللي ممكن تكون الامبيريكال فورمولا للكومباوند اللي مديني ايه المولر ماس بتاعه. طب هي دي انا ممكن اعملها ازاي؟ بص، تعالى كده نفتكر حاجة. مش احنا فاكر ال N دي كانت بتبقى رقم صحيح، صح؟ كنا بنجيب ال N دي ازاي؟ كنا بنقسم المولر ماس بتاع الموليكيولار فورمولا، صح، على المولر ماس بتاع الامبيريكال فورمولا. كان شرط ان هو يديني انتجر نمبر، صح، رقم صحيح، صح كده. فاحنا هنروح نعمل ايه دلوقتي؟ هنروح نمسك اختيار نجيب المولر ماس بتاعه. هو قايل لنا في الاختيارات في السؤال ان كل اللي قدامي دول عباره عن ايه؟ امبيريكال فورمولا. تمام. فانا هروح اجيب المولر ماس بتاع كل واحد من دول، ماشي، واقسمه، اعمل المولر ماس اوف موليكولار فورمولا على المولر ماس بتاع الفورمولا اللي انا بحسب الماس بتاعها، اللي هو الامبيريكال فورمولا. المفروض اللي هيديني فيهم رقم صحيح يبقى هو ده يا معلم الايه، الامبيريكال فورمولا بتاعي. تمام كده، فهمت الفكره؟ طيب تعالى بص، احنا هنعتبر ان احنا جربنا كله وكله ادانا ديسيمال، رقم ديسيمال، رقم فراكشن، ماشي. تعالى نمسك التشويس دي ده، ماشي، ونشوف. والله 12، خلاص 12 باي 2، نحسب المولر ماس بتاعه. 12 باي 2 بلس 4 بلس 16 هيدينا كله على بعض 44 جرام بر مول. تمام، حلو قوي، 44 جرام بر مول. طيب يلا بينا نروح نحسب ونشوف. هنقول ايه بقى دلوقتي؟ هنقول ال N بتساوي مولر ماس بتاع الموليكولار فورمولا 88 اوفر ال 44 المولر ماس بتاع الامبيريكال فورمولا اللي احنا حاسبينه، هيدينا في الاخر رقم صحيح وهو 2، صح كده، هيدينا 2. يبقى هو ده يا معلم ايه الاختيار اللي ممكن يكون صح. وتاني الفكرة دي مش احسن حاجة بالنسبة لي بصراحة، واستبعد ان هي تيجي زيها يعني، بس هي فكرة موجودة وادينا اتدربنا عليها. لو كنا رحنا على فكرة جربنا برضو تشويس سي او تشويس اي او اي حاجة، هيدينا رقم فراكشن نمبر او ديسيمال نمبر. خلاص يعني لو جربت دي كده، تعال نجربها بسرعة. 12 بلس 3 15 بلس 16 يبقى 31. 31 تمام. اقسم يا معلم 88 على 31 هيديك كام؟ 88 over 31 هيدينا 2.8. 2.8 خلاص، وده رقم ديسيمال فايه ما ينفعش. تمام. طيب السؤال اللي بعده a compound contains 3 elements in the following percentage. مديني percentage لكل واحد، كربون وهيدروجين واكسجين. what is the possible molecular formula of this compound. عايز الموليكولار فورمولا. خلاص هنروح نحسب الاول الامبيريكال. جدول عقيم بس ما علينا. كربون وهيدروجين والاكسجين. تمام. نمبر اوف مول اول حاجه، مدينا هو الماس. خلاص اتفقنا البرسنتج دي جرام جرام جرام. تمام. يلا بينا نحسب الكربون. يبقى هنقول 60 over 12 يدينا 5. ليه بس كده يا صاحبي؟ 5 ماشي. الهيدروجين 8 over 1 هيبقى ب 8 برضو. الاكسجين 32 over 16 هتبقى ب 2. تمام، حلو. يلا بينا نحسب الريشيو. فين اصغر رقم؟ ال2. يبقى 2 over 2 ب 1، 8 over 2 ب 4، 5 over 2 ب 2.5. 2.5 او 5 over 2. تعالى كده لما يطلع ديسيمال فانزل بالرقم الفراكشن عشان تعرف بالظبط هنعمل ازاي، هنحلها ازاي. طيب بص يا صاحبي،
دلوقتي احنا طلع عندنا هنا 5/2 طلع fraction، فبالتالي هنعمل الخطوة التالتة اللي هي السمبلست ريشيو. تمام. طيب بنعمل السمبلست ريشيو دي ازاي؟ بنمسك الرقم الفراكشن ده، ناخد الدينومينيتور بتاعه اللي هو ال2، تمام، ونعمل كله باي 2، يبقى كله باي 2، فيبقى 5/2 multiply 2 تدينا 5، 4 multiply 2 تدينا 8، 1 multiply 2 تدينا 2. يبقى كده الامبيريكال فورمولا بتاعتي في الاخر طلعت C5H8O2. تمام كده، خلاص، حلو قوي. دي الامبيريكال فورمولا. هو عايز الموليكولار فورمولا. نفس الكلام، هروح اعمل ايه؟ هروح اقسم كل واحد على الرقم الصغير، اشوف في حاجه هتطلع لي الامبيريكال فورمولا ولا مفيش. طب ما لقيتش يبقى خلاص هو ده الامبيريكال فورمولا، هي الموليكولار فورمولا يا معلم. تمام. واحنا لو رحنا حسبنا او رحنا عملنا زي ما بقول لك كده، فعلا مش هنلاقي. تمام. فيبقى ال C5H8O2 ده هو الموليكولار فورمولا بتاعي. طيب هو اصلا هنا مديني تشويس A وتشويس B نفس الحاجه، خلاص مكررهم لي يعني، فاشطب بقى على ده. هي الاجابه انا هعتبرها تشويس B. اللي بعد كده وده فكرته قويه جدا جدا جدا. طيب هو مديني دلوقتي الماس بتاع element X، خلاص، بيقول لي ان حصل combined completely with 1.6 جرام من مع الاكسجين، خلاص، يعني 2.4 جرام من element X اتفاعلوا كليا مع 1.6 جرام من الاكسجين. حلو قوي كده. قال لي بقى ايه forming compound with molecular formula XO2. طيب مديني الموليكولار فورمولا وهو عايز يعرف في الاخر الاتوميك ماس بتاع element X. طيب اعمل ايه بقى في الحوار ده بقى؟ بص، الموليكولار فورمولا دي انا ممكن استنتج منها الريشيو بتاعه المول، صح كده؟ منها استنتج ايه؟ ريشيو المول. يعني هنا الريشيو بتاعه المول ما بين X و O. ثانية واحدة، مش احنا اصلا لما بنحسب في القانون، ثواني بس كده، الريشيو تبقى 1 to 2 ما بين X والO، 1 to 2، صح كده؟ معانا 2 O ماسكين مع الإكس. حلو. طب الريشيو ده انا عرفتها منين، او عرفت منين ان دي ريشيو المول؟ مش احنا اصلا لما بنطبق في القانون بنجيب الريشيو عن طريق ان احنا بنقسم نمبر اوف مول الصغير، النمبر اوف مول الصغير على النمبر اوف مول الكبير، صح كده؟ طيب هو دلوقتي مديني الماس بتاع الاكسجين ومديني المولر ماس بتاعه. انا دلوقتي اقدر اروح احسب النمبر اوف مول الفعلي بتاع الاكسجين. خلاص، تعالى كده نحسبه. نمبر اوف مول اوف اكسجين، او هقول لك على حاجه اسهل عشان ما تلخبطش. تعالى يا معلم، هنحل بطريقتنا عاديه خالص جدا، عادي اهو. تعالى نعمل التيبل، ماشي، ونحط هنا اكس وهنا او، ويلا هنحسب النمبر اوف مول. يلا بينا. النمبر اوف مول بتاع اكس انا معرفوش، فهو رقم انا معرفوش، خلاص، لان مديني الماس ومش مديني المولر ماس. ولكن النمبر اوف مول بتاع الاكسجين اعرفه، انا معايا الماس اللي هو 1.6 over 16، هيدينا في الاخر 0.1. 0.1. طيب الخطوة التانية وهي الريشيو، صح؟ الريشيو، طب ما هو بذكائك كده الريشيو اصلا معاك في الموليكولار فورمولا اللي هو مديها لك دي، ما هي 1 to 2، صح؟ يبقى يا معلم الريشيو بتاعت ده 2 والريشيو بتاعت ده 1. حلو قوي كده، انا وصلت للريشيو، معايا الريشيو بتاعت الاتنين، خلاص معايا الريشيو. حلو. من الريشيو دي اقدر استنتج النمبر اوف مول بتاع اكس. طب ازاي بقى؟ بص يا سيدي، لو انت عملت كروس مالتيبليكيشن، ماشي، لو عملت ده ملتبلاي ده اوفر ده، يديك الريشيو بتاعت النمبر اوف مول بتاع اكس. طب تعالى نجرب كده. 0.1 ملتبلاي 1 اوفر 2 يديك 0.05، يبقى النمبر اوف مول بتاع الاكس هو 0.05. 0.05 يبقى ده اللي انا جبته كده، خلاص. تعالى كده نكتبه بلون تاني عشان نبقى فاهمين ان احنا ده اللي جبناه.
0.05. طيب انا عايز اتاكد ان انا صح. هقول لك على حاجه، سواء امبيريكال فورمولا او موليكولار فورمولا فالريشيو واحده ثابته يا معلم. هي طلعت 1 to 2، فهي في الامبيريكال فورمولا 1 to 2 وفي الموليكولار فورمولا 1 to 2. ازاي يا مستر؟ طيب عشان انا مش فاهم حاجه. طيب تعالى هقول لك. بص يا سيدي، عندنا مثلا وليكن حاجه زي C6H12، وبقول لك ان دي الموليكولار فورمولا. تمام. الامبيريكال فورمولا بتاعتها هتبقى كام؟ هقسم السي 6 على نفسها، واقسم ال 12 على 6، فيطلع عندي سي اتش 2. صح كده؟ سواء هنا او هنا الريشيو 1 to 2. بص يا معلم، ال 6 to 12 ما هي 1 to 2، وال 1 to 2 1 to 2. خلاص، فسواء هنا او هنا الريشيو كريشيو ثابته. تمام. فانا استنتجت من الاكس او 2 دي الريشيو بتاعتي ان هي 1 to 2. تمام. ماشي. حلو قوي يا مستر. ماشي، فهمت الحته دي خلاص. يلا بينا. احنا دلوقتي طلعنا بالنمبر اوف مول بتاع اكس، هو عايز الاتوميك ماس بتاع اكس. طب ما احنا عارفين ان قانون النمبر اوف مول ايكوال ماس على مولر ماس. صح كده؟ احنا عايزين دلوقتي المولر ماس. بص عندك اختيارين، يا اما تعوض، يعني تحط هنا رقم النمبر اوف مول اللي هو 0.05، وتحط هنا الماس اللي هي 2.4. ماشي، وتعمل شيفت كالك. او الاسهل ان احنا بقى فاهمين علم رياضة الحمد لله، فاهمين يعني. لو احنا حطينا النمبر اوف مول مكان المولر ماس ما حصلش اي حاجة، فيبقى في الاخر المولر ماس ايكوال الماس على النمبر اوف مول. بس كده. عوض يا معلم هنا ب 2.4، عوض هنا يا معلم بكام؟ ب 0.05، يطلع في الاخر 48 جرام بير مول، اللي هو تشويس دي. تمام. طيب اتمنى يكون الفكرة وضحت. حاولت كده ترجع تسمع تاني وايه يعني ان شاء الله تكون واضحة. طيب بيقول لي هنا calculate the number of mole of carbon and hydrogen atoms which are present in an organic compound contains only carbon and hydrogen. يعني انا عندي كربون وهيدروجين، organic compound تكوينه من كربون وهيدروجين فقط. خلاص. وبيقول لي ايه knowing that its molar mass is 28 جرام بر مول. ماشي. مديني هنا المولر ماس and the percentage mass of carbon is 85.7. طيب اروح احسب الاول الايه البرسنتج بتاعت الهيدروجين. يبقى percentage الهيدروجين equal 100 minus ال 85.7 تطلع 14.3. 14.3. ننزل بقى جرام على طول بقى، وشيل هنا دي كمان حطها جرام. خلاص نتعامل معاها على اساس ان هما ماس. حلو قوي. يلا بينا يا معلم نشتغل. نعمل التيبل الجميل. كربون وهيدروجين نمبر اوف مول. الكربون الماس بتاعها قال لنا ب 85.7، يبقى 85.7 over 12. 12 7.14 يطلع 7.14. ماشي. الرقم اللي بعده الهيدروجين 14.3 على 1 يبقى 14.3. تمام. دلوقتي انا لو عملت هعمل الصغير على الصغير. ماشي. الريشيو، يلا الريشيو الصغير على الصغير تدينا 1 هنا، والكبير على الصغير هتدينا 2. 14 على 7 يبقى ب 2. تمام. يبقى الريشيو 1 to 2. يبقى انا كده الامبيريكال فورمولا BCH2. دي الامبيريكال فورمولا. هو عايز الموليكولار فورمولا. طب اجيبها ازاي؟ عن طريق الN يا معلم. هجيبها ازاي؟ الN بتساوي المولر ماس بتاع الموليكولار فورمولا على المولر ماس بتاع الامبيريكال فورمولا. طيب انا معايا المولر ماس بتاع الموليكولار فورمولا هو اداهولي بكام؟ اداهولنا بكام؟ 28 جرام بير مول. يبقى 28 اوفر الامبيريكال فورمولا بكام؟ اهو اروح احسبها.
اروح احسبها 12 بلس 2 equal 14، يبقى over 14. حلو قوي، يبقى ال n هنا هتطلع ب 2. تمام زي الفل. ال n ب 2، يبقى اروح اضرب الامبيريكال فورمولا في 2، خلاص يطلع عندي C2H4. بس دي كده الموليكولار فورمولا. تمام زي الفل. السؤال اللي بعده بيقول لي calculate the molecular formula of compound whose molecular mass is 56 جرام. مدينا المولر ماس بتاع الموليكولار فورمولا. تمام، ده المولر ماس بتاعها. حلو قوي. and its empirical formula is CH2. ياه ده راجل طيب قوي، مديني كمان الامبيريكال فورمولا. طب ما خلاص نفس الكلام، اروح اجيب ال N على طول. الاول المولر ماس بتاع ده equal كام؟ 14، لسه حاسبينها فوق. 12 بلس 2 14. ماشي، يبقى المولر ماس بتاع الموليكولار فورمولا اللي هو 56 over المولر ماس بتاع الامبيريكال فورمولا اللي هو 14 equal 56 over 14 يدينا كام؟ 4. يبقى ال N ب 4، يبقى اروح اضرب ال CH2 دول في 4، يبقى C4 H2 multiply 4 ب 8، يبقى H8. يبقى دي كده الموليكولار فورمولا. تمام زي الفل. اللي بعده knowing the empirical formula. مديني الامبيريكال فورمولا بتاع الكومباوند CH2O and each molecule of it contains 6 carbon atom. ماشي، يعني الموليكولار فورمولا او الفورمولا الاساسية خلاص بتحتوي على 6 كربون. تمام، 6 كربون. يعني الموليكولار فورمولا بتاعتي عندي مبدئيا كده C6 ومعرفش ولا ال2 الاتش اسف ولا الاو. خلاص ماشي، حلو قوي. يعني انا عايز اروح اعرف الرقم بتاع الاكس والواي اللي هو الاتش والاو، عدد الاتش وعدد الاو. طيب ما هو انا ايه اللي هقسمه يعني لو قسمت رقم على 6 خلاص يديني 1. يعني ايه الرقم اللي اقسمه؟ اعمل حاجه اوفر ال 6 تديني 1. 6 صح كده، يبقى انا من هنا استنتجت ال n ايكوال 6. تمام حلو قوي. يلا بينا نحسب الايه الموليكولا. انا كده وصلت للان عن طريق ايه يا مستر؟ عن طريق ان انا هو اداني الامبريكال فورمولا C1. يعني معنى كده خلاص، وقال لي اصلا ان الموليكولار فورمولا، يعني هو مديني الامبريكال فورمولا C1 وقال لي الامبريكال فورمولا contain 6 كربون اتوم، يعني C6. طب ما انا ال 6 دي هقسمها على ايه تديني 1؟ هقسمها على 6، فالان بتاعتي ب 6. حلو قوي. هو دلوقتي عايز هنا الموليكولار فورمولا، يبقى نجيبها ازاي؟ هنروح نعمل multiply ال N. يبقى ال CH2O دي نعمل لها multiply 6 خلاص، فيطلع عندنا C6H12O6. ده الجلوكوز يا معلم. ماشي، ملناش دعوة ده مين. يبقى دي كده الموليكولار فورمولا اللي هو عايزها. دي كده الموليكولار فورمولا. تمام ماشي. عايز هو الموليكولار ماس. يلا بينا نحسبه عادي جدا. المفروض طبعا يكون مديك الاتوميك ماس في براكت، بس هو مش مديهولك، بس احنا عارفينه خلاص. هنا 12 multiply 6 بلس ال H ب 1 يبقى 12 بلس 16 ال O ب 16 multiply 6، كل ده يديك كام؟ 12 باي 6 بلس 12 بلس 16 باي 6 يدينا 180 جرام بير مول. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي calculate the molecular formula for each of glyceraldehyde and ribose. ايه ده؟ مين دول يا مستر دول؟ ماليش دعوة، يديني الاسم اللي هو يديهولي، انا ماليش دعوة. خلاص ماليش دعوة بالاسامي، ومش مطلوب مني ان انا اكون عارفها. يعني احنا لينا بالحل، طريقة الحل ثابتة ومش بتتغير. يدينا بقى الاسم، يدينا الفورمولا، يدينا الكربون، عدد الاتوم، يدينا اي حاجة، طريقة الحل واحدة. خلاص طيب، قال لي their molecular mass are 90 150 respectively. يعني ايه respectively؟ يعني
الماس بتاع الجليسرالدهايد ب 90 جرام بير مول، ده المولر ماس ماشي، وبتاع الرايبوز بكام؟ ب 150 جرام بير مول. خلاص حلو. and they have the same empirical formula، بيقول لي ان الاتنين عندهم نفس الامبيريكال فورمولا وهي CH2O. تمام. طيب هنعمل ايه؟ هنروح نجيب ال N، نجيب ال N لكل واحد. طيب تعالى يا معلم نحسب الاول المولر ماس بتاع الامبيريكال فورمولا. خلاص المولر ماس بتاع الامبيريكال فورمولا equal 12 plus 2 14، 12 plus 2 14 plus 16 يبقى 30، يبقى equal 30 جرام بير مول. حلو قوي. يلا بينا نجيب الايه، الجليسرالدهايد. هنعملها ازاي؟ هنجيب ال N بتاعة الجليسرالدهايد. خلاص بتساوي المولر ماس بتاع الموليكيولار فورمولا، وهو اداهولي قال لي ب 90، والمولر ماس بتاع الامبيريكال فورمولا وهو ب 30 بعد ما رحت حسبته. حلو قوي. يلا بينا نشوف هتطلع بكام. 90 over 30 يبقى ب 3 زي الفل. طيب ال N بتاعت، طب من هنا بقى على طول نروح نجيب الايه، الموليكولار فورمولا بتاعت الايه، الجليسرالدهايد. هنضرب ال CH2O ده في 3، يبقى CH2O multiply 3. خلاص يبقى عندي C3 2 by 3 ب 6، يبقى H6 و O3. خلاص ده كده الموليكولار فورمولا اوف جليسرالدهايد. تمام تمام. يلا بينا نجيب بتاع الرايبوز ال N. هنروح نحسب ال N بتاعت الرايبوز برضو. ال N بتاعت الرايبوز equal 115 مولر ماس بتاع الموليكولار فورمولا اوفر المولر ماس بتاع الامبيريكال فورمولا 30، يبقى equal 150 over 30. 5 ال N ب 5، هنا ال N ب 5، يبقى هروح اعمل CH2O multiply 5 يبقى C5 2 by 5 ب 10 H10 ال O ب 5. خلاص كده انا جبت الايه، الموليكولار فورمولا بتاعت الرايبوز وبتاعت الجليسرالدهايد. حلو قوي السؤال، حلو. السؤال اللي بعده بيقول لي calculate the molecular formula of an organic compound whose molar mass is 180 جرام بير مول. حلو، مديني المولر ماس بتاع الموليكولار فورمولا ب 180 جرام بير مول، ومديني الريشيو between its element. ده هو مسهل عليا سهولة، مديني الريشيو، يعني انا مش هروح احسب اي حاجة، خلاص انا معايا الريشيو ومنها اقدر اعرف الامبريكال فورمولا. الريشيو كام؟ 1 to 2 to 1. خلاص يعني C1 H2 O1. دي كده ايه، الامبريكال فورمولا. خلاص حلو قوي. انا عايز ايه؟ عايز الموليكيولار فورمولا. طب ما هنروح نحسب المولر ماس بتاع الامبريكال فورمولا ايكوال احسب يا معلم المولر ماس. انا لسه حاسبينها في السؤال اللي فات. هتبقى ب 30، 12 بلس 2 14 بلس 16 يبقى 30 جرام بير مول. تمام. يلا يا معلم نروح نجيب ال N بكام؟ المولر ماس اوف موليكولار فورمولا اللي هو ب 180 اوفر المولر ماس اوف امبيريكال فورمولا اللي هو 30، يدينا كام؟ 180 اوفر 30 يدينا 6. ال N ب 6. حلو قوي. هناخد الامبيريكال فورمولا اللي هي CH2O ونعمل لها باي 6 فيطلع عندنا، ماشي، يطلع عندنا C6 H 2 باي 6 ب 12 يبقى H12
و O6 ده الجلوكوز. ماشي خلاص. السؤال اللي بعده calculate the molecular formula of compound whose molar mass is 70 جرام بر مول. 70 جرام بر مول. ماشي مديني المولر ماس knowing that it's contain 85.7 من الكربون و 14.3 من الهيدروجين. طب انا مش هحل السؤال ده تاني لان احنا حليناه فوق. خلاص حلناه فوق في الاختيارات في التشويسز الاسئله بتاعت التشويسز. فحاول بقى يا ريت انت تحله تاني يعني لو انت معرفتش فانت اكيد سمعته فوق فحاول تحله بنفسك تاني. خلاص طيب. السؤال الاخير بيقول لي find the molecular formula of hydrocarbon whose molecular mass is 58 مديني المولر ماس knowing that a sample of it consists of 48 of carbon and 10 جرام of hydrogen. تمام ماشي. ماشي يا معلم. مديني الماس بتاع الكربون والهيدروجين. هنروح نحل عادي خالص سؤال بسيط بخطواتنا. ها كربون هيدروجين number of mole. يلا 48 الكربون ب 48 مديهاني الماس ب 48 over 12 مولر ماس يبقى ب 4 نمبر اوف مول ب 4 وهنا 10 over 1 ب 10. ماشي. الريشيو 4 over 4 ب 1 و 10 over 4 10 over 4 هيطلع لنا رقم ديسيمال. خلاص اللي هو بالظبط 5 over 2. 5 over 2. حلو قوي كده. انا محتاج اعمل الخطوة التالتة يا عم الله يرضى عليك. محتاج اعمل الخطوة التالتة اللي هي السمبلست ريشيو. السمبلست ريشيو. تمام. يبقى السمبلست ريشيو هنا هناخد الرقم اللي في الدينومينيتور ماشي ونعمل ملتبلاي نضربه في كله يبقى ملتبلاي 2 يبقى 1 باي 2 ب 2 5 over 2 باي 2 ب 5. خلاص يبقى كده عندي الامبيريكال فورمولا بكام C2H5. حلو قوي. طب انا كده جبت الامبيريكال فورمولا. انا عايز بقى اجيب الايه الموليكولار فورمولا. طيب هنجيب الN بس الاول نروح نحسب المولر ماس بتاع الامبيريكال فورمولا. خلاص عشان نضربه في نقسمه molar mass of empirical formula equal 12 by 2 12 by 2 plus ال H ب 1 ومعنا منها 5 يبقى plus 5 يبقى 29 جرام بر مول. حلو قوي. يلا بينا يا معلم نجيب ال N بقى. مدينا هو المولر ماس بتاع الامبيريكال فورمولا ب 58. خلاص يبقى 58 over 29 يدينا كام في الاخر 58 over 29 يدينا 2. ال N ب 2 يبقى نقول C2H5 multiply 2 خلاص يبقى عندنا C 2 by 2 4 يبقى C4 5 by 2 ب 10 يبقى H10. ودي كده الموليكولار فورمولا ودي كده نبقى خلصنا أسئلة الكيميكال فورمولا.